أن هذه الشراكات المستقبلية يجب أن يكون ملؤها الاحترام، وهذا أمر ضروري بالنسبة لشبابنا. في نفس الوقت علينا أيضا نقوم بإرساء الأسس من أجل التنقل، ولا سيما في مجال البحث والمشروعات وخلق فرص وخلق الشركات والمؤسسات. مبادرات مرحبا بها اتخذت في الأشهر الماضية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم العالي الفرنسي. المغاربة يحصلون على تأشيرات للانتقال، ونحن نستمر في هذا العمل مع المغرب للقيام بمثال نموذجي من أجل الاستفادة من ذكائهم في مشروعات مشتركة. إن التاريخ واللغة وهذه الأسس التي تم إرساؤها منذ قرون كلها تشكل أسسا ومحاسن بالنسبة للأجيال القادمة. علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا. إن لم نعمل في هذا المجال، أي إن لم نعمل في إطار طموح خاص شبابنا، فكلانا سنخضع لنداءات البلدان الأخرى التي ستأخذ كل هذه المواهب ومواردنا وتساهم في تضعيف شراكتنا، وبالتالي لأننا لم نستطع أن نستفيد من تلك القيم. كل هذه المجالات ما أدعو إليه وما أتمناه في كل هذه المجالات التي ذكرتها، أتمنى أن هذا الكتاب القادم لمستقبلنا كما ذكر العاهل محمد السادس، نتمنى أن تكون لدينا طموحات كبرى بغض النظر عن بلدينا. نحن نريد كتابة صفحة جديدة من أجل المستقبل وتطوير القارة الأفريقية. نعم، خلال كل العقود الماضية فرنسا والمغرب بقيتا صديقتان في فترة الاضطرابات، وكانت فرنسا دائما إلى جانب المغرب في المسائل الوجودية التي واجهها المغرب. وأفكر هنا وبشكل أساسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية. ففي هذا المجال أنا أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤيتي من خلال إرسال رسالة إلى الملك محمد السادس في 30 من تموز يوليو الماضي، وأنا أؤكد على ذلك أمامكم. بالنسبة لفرنسا أن حاضر ومستقبل هذه الأراضي تأتي في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار لحل هذه المسألة، وخطة الحكم الذاتي لعام 2016 هي الحل الوحيد لهذا النزاع وفقا لمفاوضات الأمم المتحدة. نعم، في إطار تاريخ احترام هذا الموقف هو الموقف الذي ستسعى فرنسا لتنفيذه، والتي ستقف فرنسا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية. وأقولها هنا بأن هذا الموقف ليس في عداء لأي شخص. هذا الأمر يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الإقليمي في المتوسط مع بلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الأوروبي. وأريد هنا بكثير من القوة المشغلون الفرنسيون والشركاء الفرنسيون سيواكبون تطوير هذه الأراضي من خلال الاستثمارات. مبادرات مستدامة لصالح السكان المحليين.
بين المغرب وفرنسا إنه تاريخ بين أيدينا، تاريخ منفتح نحو أوروبا ومنفتح نحو أفريقيا. وأعتقد بأن هذه الرؤية يتشاطرها الملك محمد السادس. إن الحوار بين القارتين من شأن أن يفتح طرق جديدة، ليس فقط الهروب والهجرة غير قانونية. وفي الاتحاد الأفريقي نريد أن نؤكد بأن أفريقيا هي قارتي وهي منزلي كما قيل. ولذلك فإن هذه الشراكة التي نريد أن نعززها، وهذه الشراكة التي أنا أؤمن بها إيمانا عميقا، الكل يدرك بأن القارة الأفريقية هي القارة التي سيتم تحديد مستقبلنا فيها بالتعاون مع أفريقيا، حيث منظار الماضي قد تغير. علينا بالتعاون مع الدول والمغرب مع تاريخه وجغرافيته وثقافته ورؤية قادته. المغرب يؤكد على مصيره كهمزة وصل، كمنصة، كطريق فريد. إن استقراره واستدامته هي ميزات نحن نقر بها، وبالتالي من شأنها أن تفضي إلى مباراة مشتركة. ولذلك فإنني أؤمن إيمانا عميقا بأننا معا علينا أن نعمل وأن نشرع وأن نستطيع أن نستلهم من بلدكم ومن عملكم في الصحراء وفي الساحل. نعم، في هذه المنطقة نحن بحاجة إلى استقرار يحترم الشعوب ومشروعات لصالح الشباب، هي وحدها ستسمح بالاستقرار، ومن شأنها أيضا أن تضع حدا لطرق المأساة والإتجار من خليج غينيا إلى ليبيا التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أنا أعول كثيرا على هذه الاستراتيجية الجديدة التي فيها نستطيع أن نعمل في هذه المنطقة، حيث فرنسا بكل تواضع تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية جديدة تم اتهامها ظلما في هذا المجال. هي واجهت بعض الخلافات وساهمت في إبقاء بعض الدول ضد الإرهاب. وأنا أتذكر هنا لأطفال بلدنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقرار منطقة الساحل في مالي وفي مناطق أخرى. نعم، هذه الشراكة الجديدة مع أفريقيا ومع هذا الجيل الجديد الذي نريد بناءه في الصحراء وأيضا في منطقة الساحل في مجال الزراعة والمشروع الطاقة والمجال الرقمي. نعم، هناك محاور في هذه المجالات نستطيع بناءها معا، بناء جسور الطاقة التي تحدث عنها، التأكيد على سياسات الأمن الغذائي، وغدا سنعمل في هذا المجال ونحن شركاء أصلا في هذا المجال من خلال كامبوس مع المغرب ومع أيضا الأكاديمية المستقبلية للمياه، ونحن في الخطوات الأولى لهذه الثورة القادمة. وأريد أن أشيد بالدور الإيجابي في هذه الشراكة لبلدكم، هذا الدور الذي يطلع بلدكم مع الجوار من أجل التأكيد على العلاقات الثنائية ومستقبل هذه العلاقات الثنائية وتحقيق هذه المشروعات الطموحة. أنا اقترحت على الملك محمد السادس أن يكون هناك إطار استراتيجي جديد بين المغرب وفرنسا يمكن التوقيع عليه بعد 70 عاما من اتفاقيات سان كلو في إطار زيارة دولة يجريها إلى فرنسا العاهل المغربي محمد السادس، وهو وافق على ذلك.
مع العائلة المغربية نريد أن يكون هناك لجنة مشتركة من أجل تقديم أفكار اعتبارا من الفصل الأول لعام 2025 لإيجاد الملامح الأولى، وبالتالي المغرب وفرنسا سيكونوا أول بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. نحن ننخرط إلى هذا بهذه القوة في هذه المجالات، وبالتالي ستكون أيضا فرصة بأن هناك قيم مشتركة تجمع بيننا، وهذا الاتفاق من شأنه أن يقوم بحشد المؤسسات والشباب والمواهب من البلدين حتى تكون ضامنة لما نقوم بالتوقيع عليه. وهذا أمر أيضا سيسمح لنا بتسليط الضوء على تضامننا وأن نقوم بتوفيق أصواتنا على المسرح العالمي. وفي هذا المجال نحن نتوجه إلى شرق المتوسط، في هذه المنطقة من الشرق الأوسط التي هي غنية وقريبة بالنسبة لفرنسا والمغرب، واليوم هي تعيش في متاهة مع كل التداعيات المأساوية. في 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 شكل هجوما همجيا قامت به حماس ضد إسرائيل وضد شعبها، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن شعبها ضد هكذا تهديد. إن فرنسا فقدت 48 من أبنائها واثنين من بين الرهائن المتبقين في غزة، ولكن ليس هناك أي شيء يبرر هذه الحصيلة في الأرواح البشرية في غزة ومن المدنيين. ولذلك يجب أن تكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة. وإن فرنسا من فكت تطالب بذلك منذ شهر نوفمبر الأول الماضي من أجل تحرير الرهائن وحماية السكان والسماح أخيرا بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في لبنان أيضا يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وقف الأعمال العسكرية. نحن نعمل على ذلك منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشركاء الأمريكيين وآخرين، ولذلك وفقا لهذه الرؤية أنا دعوت إلى وقف الصادرات العسكرية إلى لبنان وإلى من أجل وقف الحرب في لبنان وغزة. وبالتالي إن فرنسا تدعم أن نسمح للشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني أن يحصلوا على آمالهم بالأمن والسلام، وأن يستطيع جميع النازحين العودة بأمان إلى منازلهم. تعرفون التمسك التاريخي لفرنسا بحل الدولتين. علينا أن نقوم بإعادة إطلاق هذه المبادرة الرئيسية من أجل إدراج السلام في أجل طويل الأجل في المنطقة. أنتم تعرفون التزامنا الذي لا يتزعزع في مكافحة معادلة السامية في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم. إن هذا الالتزام هو التزام لا يتزعزع، وأقول ذلك في إطار زيادة الأعمال المعادية للسامية. وأعرف أيضا بأن هذا العمل أيضا هو من إرث المملكة المغربية. نستطيع أن نعمل معا من أجل حماية التماسك المجتمعي والقيم التي نتمسك بها. في هذا التحدي المغرب من شأن أن يقدم الكثير. أريد هنا أيضا أن أشيد بعمل جلالة الملك محمد السادس، وهو أيضا رئيس لجنة القدس، وعلى التزامه الشخصي من أجل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة للشعب الفلسطيني واللبناني الذين هم بأشد الحاجة إليها. وأحيي أيضا حشد جهوده وجهود المغرب من أجل خفض التصعيد والعودة إلى الحوار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية في هذه الفوضى الحالية، حيث هناك المتطرفون من كل طرف. المغرب يحمل صوتا قويا وفريدا. هذا يبدو لي طريق العدل. نعم،
طريق عادل يذكرنا بالتزاماتنا وقيمنا المشتركة، ويدعونا إلى الوصول وتقديم الأمل إلى هذه المنطقة وإلى هذه الشعوب التي لا تملكها اليوم. أنا أعرف بأنه في باريس وفي الرباط نحن نتشاطر الهم نفسه ونعمل في الاتجاه نفسه. السيدات والسادة البرلمانيون، أيها الأصدقاء الأعزاء، إن الرؤية البصيرة والمتبصرة للملك محمد السادس والإنجازات التي قام بها خلال السنوات 25 من تعليه للعرش هي تدعونا إلى التوجه نحو المستقبل. وحسب ما فهمتم هذا يعني بأننا معكم، وهذا ما أردت القيام به إلى جانبكم ومعكم. نتمنى أن تكون زيارة الدولة هذه أن نعمل من أجل كتابة هذا الكتاب الجديد، وتسمح لبلدينا بالتقدم بتصميم في هذا القرن غير اليقيني، من أجل التأكيد على صداقتنا. لعلنا نكون على مستوى هذا الطموح مستندين على تاريخنا وعلى شبابنا. عاشت المملكة المغربية وعاشت فرنسا.